هذه المباراة سنسعى لتقريبكم من كل الأجواء المحيطة بها. بشكل كبير يواجه اليوم الوداد في قمة سندخل في أدق تفاصيلها في الدقائق المقبلة، لكن البداية ستكون بتشكيل الفريقين والبداية والتشكيل الرسمي لفريق النادي القنيطري في هذه المواجهة. أما الوداد البيضاوي الذي يقوده فخر الدين رشحي فيعتمد على تشكيله الرسمي الذي يضم نادى المياغري، أيوب الخالقي، خالد السقاط، عبد الرحيم بن كجان، جمال العنيوي، يونس المنقري، أجدو أحمد، محسن يجور، مصطفى العلاوي وأيوب سكوبا، وتشكيل رسمي لنادي الوداد في هذه المواجهة اليوم. من خلال هذه المواجهة وهذه الأجواء الرائعة للغاية بالملعب البلدي بمدينة القنيطرة، حوالي 15,000 مناصر يتابعون هذه المباراة. أنصار الحلال بويز والوينرز في الضفة الأخرى يصنعون فرجة راقية قبل انطلاق هذه المواجهة، ونتمنى أن يستجيب اللاعبون لهذا الحماس. فريق الوداد الرياضي الذي يسعى لإحراز ال3 نقاط لكي يدخل مجددا في معمعة التباري على المركز الأول وعلى لقب البطولة الوطنية، علما أنه حمل اللقب اليوم الكاك في المركز ما قبل الأخير بمدرب جديد، ولو أنه ليس من جديد على البطولة الوطنية. عبد الخالق اللوزاني الذي يعتبر من المدربين الذين قادوا أكبر عدد من الأندية في البطولة الوطنية. عبد الخالق اللوزاني الذي سبق له أن توج مع الكوكب المراكشي بلقب كأس العرش، وتوج أيضا بكأس العرب مع نادي أولمبيك ريبكي عام 96. هدف القمة يقدم مؤشرات على هدف أول في المباراة، لكن الراية مرفوعة، الراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد الأول السيد سعيد. كرة لعبت بهذا الشكل، قال أنه كان حالة تسلل ضد اللاعب لسجل الهدف. هنا الإعادة من زاوية أخرى، قرار الحكم كان واضح، قال أن هناك تسلل. وتقدم مباراة كبيرة أمام أدوان ستارز الغاني. ماشي من السهل أنك تنتصر على نادي غاني وبطل غانا العام الماضي، ليس من السهل أن تنتصر على فريق يقدم اليوم 5 لاعبين للمنتخب الغاني الذي انهزم في أولى مبارياته بكأس أفريقيا للمحليين في كوكانا السودان الذي انطلق يوم أمس من الخرطوم. الوداد 3-0، البداية تؤشر على أنه يطمح بشكل كبير لكي يذهب إلى أعلى نقطة في هرم كرة القدم الإفريقية، نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو والرجاء الذي ضرب بقوة بدوري 10-0 أمام نادي من تشاد، نادي توربيون التشادي. كل التوفيق للأندية الوطنية، لأننا نرغب حقيقة في متابعة فيس تو فيس مع زهير العروبي. فات الكرة، يجور وزهير، من سينجح ومن سيرضي، من تسدد الكرة ويصد الحارس زهير العروبي مرة ثانية بالراس، مرة ثانية بالراس، وضربة جزاء ضائعة تصد بشكل جيد للغاية من زهير العروبي. ضربة جزاء ضائعة ونسوء تفوق، كرة صعيبة، دقيقة رمية، دقيقة رمية من دقائق الجولة الثانية ضاعت هنا وكادت أن تسجل في الطرف الآخر على طرفي نقيض